السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. مبدئيا كده عيد سعيد عليك يا صديقي. النهارده جايب لك افجر نسخة واتساب في المجال حرفيا، نسخة بمميزات جمدان بشكل جديد جمدان. كل اللي عليك انك تكون مركز معايا في الشرح من البداية للنهاية، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان ينزلك كل التحديثات بتاعت النسخة دي. ويلا بينا على الشرح يا صديقي. مبدئيا كده اول حاجة هتدخل على متجر بلاي، تمام، وتضغط على صورتك اللي فوق دي، وبعد كده هتنزل تحت كده تعمل الحماية بلاي، وبعد كده تضغط الترس ده وتلغي الزرارين دول لو متفاعلين معاك. بعد كده هتخرج وتضغط في زرار البحث، هتكتب فك الضغط زي كده، اللي هو البرنامج اللاطر ده صديقي اللي هو اسمه زد ارشيفر، تمام. هتثبته عشان تعرف تفك الضغط. بعد كده هتخرج، طبعا ندخل على النسخة كده. طبعا النسخة بتفتح معاك بالشكل الجامد اللي انت شايفه دوت، تمام. النسخة هتكون مضغوطة بباسورد مكون من 4 أرقام مربولهم لك رقمين في رقمين، وأول جزء اللي هيكون 50. أول جزء من باسورد النسخة هيكون 50، تمام. النسخة بتفتح معاك بالشكل الجامد دهوت، حاجة خرافية. تمام. هتبدأ انت تضغط كده على الشات، في أي شات عندك. طبعا ده الشات العادي، تمام. طبعا عندك هنا 3 خلفيات، عندك هنا لو ضغطت هنا عندك هنا طبعا لايك، طبعا الكلام ده كله. لو رجعنا كده خطوة لورا دخلت على الخصوصية، تمام، تلاقي فتح معاك الشكل الجامد اللي انت شايفه ده. هنا طبعا الفوت، طبعا إضافة القرآن الكريم، تمام، الصور والأجزاء وتحويل الفيديو لصوت، كل اللي انت عايزه. عندك هنا بقى الإضافات بتاعتنا، إزالة المجموعة، تمام. لو انت مشرف اذكر المجموعة اللي هو الميشن يعني، روابط مشبوهة، أيقونة الفيديوهات المتحركة، أيقونة الفيديوهات المتحركة في الشاشة الرئيسية، إظهار الرمز، تحديد الكل، أعرف من رفعك أدمن، إعادة التوجيه، زيادة التحصين، عرض الكي بي اس، إلغاء علامة المنشن، تقليل النص. وطبعا عندك كل المميزات دي مميزات جمدان حرفيا. وعندك هنا تقليل النص محسن ضد ايه؟ التهنيج. عندك هنا المميزات طبعا توثيق رقمك، التحسين ضد الروابط المرغمة، عكس رسائل لحظر الأرقام، إعادة التوجيه، تسجيل الأرقام تلقائي، شوف الدردشات من صاحبك ما يعرف. تقدر انت تشوف اي دردشة من غير ما تدخل الشات، حتى لو دخلت الشات مش هيبان عند الشخص التاني ان هو ايه، بان ان انت شفت الرسالة. عندك هنا طبعا ازالة حد الاسم من الملف الشخصي، وكمان الحالة، وكمان النصوص من الشاشة الرئيسية، تحديد الموقع، تمام. وعندك بقى كل الإضافات دي، منع استلام أي صورة، تمام. عندك طبعا النسخة بتفك وبتحذر أرقام زي ما أنت شايف اهي. عندك هنا 4 أكواد لفك الحظر، وعندك هنا طبعا 4 أكواد لفك حظر تخمين، وعندك هنا طبعا 5 أكواد لحظر الأرقام. وعندك هنا طبعا مميزات مشاهدة الهستوري، المسؤول المزيف، زيادة مشاهدة الهستوري 1 و2 و3، تمام. لو خرجت كده ودخلت على مميزات الحماية، الحماية من الفيروسات، الحماية من فيروس الانهيار، الحماية من التهنيج من الشات، الحماية من فيروس الدعوة وضد الروبوتات، روبوت مضاد للأخطاء، الحماية من ضد الفيروسات. وعندك هنا طبعا أقسام الحماية دي كلها انت مش هتفعل أي زرار لأن نسخة أصلا ضد التهنيج وضد كل حاجة. تضغط كده على قسم المميزات، تمام. عندك هنا المتصفح الداخلي، اكتب اسمك في الشات، طبعا لو انت عايز تخلي اسمك مكان اسم المطور، تمام كده يا صديقي. وعندك هنا طبعا لو انت عايز تخلي النسخة كلها بشكل الآيفون، تمام، اختيار سيم للايفون والانماط والايقونات وكل حاجه. وعندك هنا طبعا مميزات ارسال الصوت، صوت مزيف 1 و2 و3 و4 و5. ولو رجعت خطوه لورا كده ودخلت على الحمايه الخصوصيه، عندك هنا طبعا اخفاء اخر ظهور، تجاوز المشاهده المره واحده، ودي كل اعدادات البلس اللي انت عارفها. وعندك هنا طبعا عكس الرسائل والصور والفيديوهات اهيت، تمام. لو خرجت كده خطوه لورا ودخلت على اللي هي السيمات، طبعا تقدر ان انت تفعل اي سيم او تقدر ان انت تنزل اي سيم انت تحبه، تمام. وعندك هنا طبعا الاعدادات العامه، وعندك هنا طبعا الستايل والشكل، تقدر طبعا ان انت تنزل ايمو الايفون، تمام، بالشكل اللي انت شايفه ده اهو. هو حاليا هيتفاعل معانا، بس كده هتلاقي ان طبعا الايمو الايفون اتفاعل معاك. وعندك هنا طبعا اخفاء الوسائط من المعرض، الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع جيف، الستايل والشكل. وعندك هنا طبعا الالوان، لون الخط في الشريط العلوي. عندك لو انت عايز تحط خلفيه في الواجهه، تمام. يعني حرفيا نسخه جمدان، فما تنساش انك تقدر اخوك كده بلايك وكومنت واشتراك، وعيد سعيد عليك يا صديقي. وعندك هنا طبعا الشاشه الرئيسيه، البار العلوي والأسطر والأنماط والزر العام والحالات، فيها الخط الفاصل،
إخفاء الأرقام الغير محفوظة ما تم الاتصال به بكثرة، جهات الاتصال. عندك هنا طبعا إعدادات الوسائط، إرسال الصورة بوضوح عالي وإرسال الفيديو بوضوح عالي وإرسال صوتيات أكبر من 16 ميجا بايت، مشاركة الصور بلا حدود ومشاركة المستندات بلا حدود وزيادة حجم الحالة. وعندك هنا طبعا تنظيف المخالفات والويدجت والتحديثات وحول التطبيق ومشاركة النسخة. طيب تمام كده يا صديقي، ودخلنا طبعا النسخة تاني كده بعد ما طلعنا منها. طيب النسخة حرفيا قسما بالله بشكل جمدان. طبعا ايمو الايفون اتفعل معاك اهوت، تمام. تقدر تفعل خط الايفون وشكل الايفون وكل حاجة. وبس كده يا صديقي، نكون وصلنا لشرح الفيديو النهاردة. خد اخر جزء من الباسورد اللي هيكون 60. اخر جزء من الباسورد هيكون 60. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فكرة جديدة. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.